عشان تحمل تطبيق Perfection على الكمبيوتر أو اللابتوب بتاعك لازم تحمل الخمس أجزاء دول، 5 ملفات Perfection Part 1 و Part 2 Part 3 وهكذا. طيب هحملهم منين؟ انت أول ما بتبعت لنا على الواتساب بنبعت لك لينك الموقع بتاعنا وبتدخل تحملهم منه عادي خالص. أهو ده المتصفح، هتكتب perfectioncourses.com وطبعا احنا بنديك اللينك ده، يعني ده الموقع بتاعنا عادي خالص. هتلاقي ان بامكانك تحمل التطبيق على الفون بتاعك او التابلت او الايباد عادي خالص، سواء اندرويد او اي او اس او هواوي، وبامكانك تحمل تطبيق الكمبيوتر. طبعا تطبيق الكمبيوتر واللابتوب حجمه كبير شوية، 12 جيجا و4 من 10. ليه؟ علشان التطبيق ده بيحتوي على 10 كورسات شاملة كل مستويات اللغة الإنجليزية من الصفر وحتى C1. افضل حاجة فيه انك لما تحمل التطبيق خلاص انت مش هتستهلك من النت بتاعك اي حاجة تاني. بس طبعا الكمبيوتر واللابتوب بتاعك لازم يكون متصل بالانترنت وانت بتستخدم التطبيق، علشان وانت بتفتح التطبيق وتعمل تسجيل دخول بالحساب بتاعك نتأكد انك مشترك معانا وان الحساب بتاعك مفعل ونفتح لك الكورسات اللي انت مشترك فيها. قلنا ان التطبيق مكون من 5 اجزاء، لازم تحملهم ال5. ما ينفعش تحمل بارت 1 وتحاول تفك ضغطه، مش هينفع، مش هيشتغل. لازم تحمل بارت 1 وبارت 2 وبارت 3 وبارت 4 وبارت 5. انا طبعا مقسمهم لك ل5 اجزاء علشان حجم التطبيق كبير، ما ينفعش اخليه لك ملف واحد وتحمله مرة واحدة، علشان لو النت فصل في نص التحميل ما تخسرش النت بتاعك. طيب دلوقتي عاوزين نبدأ تحميل التطبيق، هنعمل ايه؟ هنضغط على Part 1، هيتحمل عندك عادي خالص اهو. بعد ما يخلص تحميل هتبدأ تحمل Part 2 و Part 3 Part 4 Part 5. طبعا انت لما تحملهم بيكونوا في الداونلودز هنا، اضغط هنا هتلاقيهم موجودين عندك هنا. طبعا الملفات دي مضغوطة، 5 ملفات لازم يتحطوا جنب بعض في فولدر واحد، ما ينفعش بقى تبقى حاطط 3 هنا و2 في مكان تاني وتحاول تفك ضغطهم، مش هينفع. هما ال5 بيطلعوا لك التطبيق، لازم يتحطوا كلهم جنب بعض. طب هفك ضغطهم ازاي؟ بيبقى عندك برنامج فك ضغط اسمه WinRAR او اي برنامج انت بتستخدمه لفك الضغط، وبعد كده بعد ما تحطهم ال5 جنب بعض في مكان واحد وفي مساحة حوالي 17 جيجا فاضية في المكان ده، هتضغط كليك يمين على اي فايل في ال5 عادي خالص، وده برنامج فك الضغط اهو. هتنزل وتعمل extract here او استخراج هنا، هيبدأ يفك ضغط البرنامج زي ما انت شايف كده، هيطلع لك تطبيق Perfection. بعد ما يخلص فك الضغط هيظهر لك التطبيق. دي طبعا الملفات اللي بتسطب بيها التطبيق، ودي محتوى الكورسات اللي هتشتغل جوه التطبيق. طيب هسطب التطبيق ازاي؟ هتضغط هنا عادي خالص، اول ما تضغط عليه هيفتح لك الشاشة الزرقاء دي. معناها ايه؟ بيقول لك خلي بالك ان التطبيق ده مش مسجل في شركة مايكروسوفت، عشان احنا مش متعاقدين معاهم. كل اللي هتعمله هتضغط على more info، هتلاقيه بيقول لك ان الببلشر اللي هي الشركة اللي نشر التطبيق ده مش معروفة بالنسبة لشركة مايكروسوفت. انت هتقول له run anyway، سطبه وخلاص مالكش دعوة. بعد كده next next next، التطبيق هيتسطب عادي خالص وهتلاقيه على سطح المكتب بتاعك اهو. ده التطبيق. بس قبل ما تفتحه بقى بتعمل خطوة. شفت انت الفيديوهات اللي هتشتغل جوه التطبيق بتفتحها اهو، ده المسار بتاعها او المكان بتاعها. بتضغط على اي حتة فاضية هنا كده وتاخد المسار ده copy او تعمل له نسخ، تضغط كليك يمين عليه copy. يبقى عملنا ايه؟ ضغطنا على اي حتة فاضية هيظل المسار بتاع الفيديوهات، هنضغط كليك يمين copy. عملت كده خلاص بقى هروح دلوقتي افتح التطبيق. هتبدأ تدخل على الحساب بتاعك، تسجيل دخول. اول ما بتعمل تسجيل دخول بيحولك على الكورسات المتاحة. طبعا في كورسات انت مشترك فيها وكورسات لم يتم الاشتراك فيها. اول ما بتعمل تسجيل دخول بيحولك على الكورسات اللي تم الاشتراك فيها. بتعمل ايه؟ بتفتح اي كورس. بعد كده شفت انت الفيديوهات اللي احنا خدنا المسار بتاعها كوبي او نسخ، هنضغط على تحديد مكان الفيديوهات ونعمل هنا، شايف المستطيل ده؟ هنضغط كليك يمين ونضغط بيست لصق ونعمل حفظ. هيقول لك اقفل التطبيق وافتحه. هنقفل التطبيق عادي خالص ونفتحه، هتلاقي كل حاجة شغالة معاك بقى.
طبعا يفضل انك تعمل حفظ معلومات التسجيل عشان مش كل شوية تقعد تكتبها. تعمل دخول، بعد كده هتفتح اي كورس انت عاوزه. خلاص انا حددت اماكن الفيديوهات اللي هتشتغل صح. هتدخل بقى على مثلا المانف ثانجز، اول موضوع، دي المواضيع بتلاقيها على الشمال، بتختار اي موضوع انت عاوزه، هتفتح لك بقى عايز تدخل على فيديوهات الشرح ولا الشرح الكتابي. لو دخلت على فيديوهات الشرح هتلاقي الفيديوهات موجودة كلها اهو. لو انت محدد مكان الفيديوهات دي غلط، هتضطر انك تضغط تحت على اليمين كده تحديد مكان الفيديوهات وتحدد المسار صح. وكذلك لو نقلت التطبيق من مكان لمكان تاني، طبعا مسار الفيديوهات هيتغير فهتغيره.